وثائق رسمية من الأمم المتحدة ورسائل تحمل توقيع الحسن الثاني والحكومة الجزائرية ولقطات مصورة حقيقية من قلب الحدث تشرح حرب الرمال من الألف إلى الياء، كيفاه بدات وكيفاه فضت. السلام عليكم، أنا محمد دمير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد، ونقولها بالفم والملاء لأنه مجد الجزائر ماهوش ملون بأقلام التلوين بل بدماء الشهداء ومداد المؤرخين والنساخين. وهذا اللي تشوفوا فيه هو جورنال ماروكي بدو، جريدة رسمية ينطبق عليها قول المولى عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لأنهم دايرين مقال طويل يقولوا فيه بأنه نص الجزائر راهو تاعهم ولازم يسترجعوه. وإذا راك تضحك عزيزي المشاهد ولا راك تقول هم يضحك وهم يبكي، ما لنا وش نقول اللي نزيد نقلب زوج صفحات من نفس الجريدة نلقى تصويرتي في مقال فيه زوج صفحات يحذروا مني، وأنا اللي كنت نحسب المطالعة مليحة وفتح صفحات الكتب بزيادة فينا كامل وثقافة عابرة للقارات. بصح معليش، هم داروا فيا مزية وحسبوا لي عدد مشاهدات القناة 37 مليون مشاهدة ومليون متابع على مواقع التواصل، يعني نقدر ندير حلقة على حرب الرمال ونقولوا بسم الله. هذه الجزائر بلد المليون ونصف شهيد، وهذه المملكة المغربية. هذه استقلت في 56 وهذه في 62 من نفس المستعمر الفرنسي، ونهار اللي استقلت الجزائر ومباشرة من صيف الاستقلال 62 حتى للخريف تاعو نكونوا سجلنا أولى الاشتباكات ما بين الجيش الجزائري المنهك من حرب التحرير والمتطلع لإعادة بناء الجزائر مع نظيره الجيش المغربي اللي عنده حتى الطيارات والدبابات في هذاك الوقت على طول الحدود في كل من بشار وتندوف. ثم وفي الأول من أكتوبر 1963 اشتد التوتر تماما حينما احتلت المغرب مركزي حسيبيضة وتنجوب في المناطق المتنازع عليه. أيوة، سجل عندك أول اعتداء شكون اللي بداه؟ احتل المغرب مركزي حسيبيضة وتنجوب في الأول من أكتوبر 1963، وهنا راح تنطلق حرب الرمال. نحلوا الخريطة اللي راح نحتاجوها في هذه الحلقة ونتعرفوا على حسيبيضة. هذه واحة فيها بعض النخيل أسفل الجبل، ونتعرفوا على تنجوب اللي هي هذه أيضا واحة تشرب من ماء الأمطار لأنها جاية في فم الواد وما هيش بعيدة على حسيبيضة، بيناتهم فقط 10 كيلومتر. هذه المركزين حاب يبدأ منهم الحسن الثاني لاحتلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الجزائرية، وأمر الجنود بالتقدم ليهم، وهذه كانت صدمة عند الجزائريين. لهذا نلقوا الجزائر طلبت مباشرة لقاء رسمي مع ممثل عن المملكة، وحدث بالفعل الاجتماع في وجدة للبحث في التوتر المتصاعد على الحدود بين البلدين، وفيه تم الاتفاق على أنه لازم اجتماع ثاني في تلمسان اللي تقرر تاريخه ب 11 أكتوبر 1963. صح، واش راح يصبر الجزائريين ل 11 أكتوبر وأراضيهم ديجا اجتاحها المغاربة؟ لهذا نلقوا الجيش الجزائري هاجم الجنود المراركة اللي متقدمين لهذه الواحات، هاجمهم يوم 8 أكتوبر 1963 وأسقطوا منهم 100 جندي مغربي بين قتيل وجريح. وهذه الضربة أفسدت على المغاربة حضورهم لاجتماع تلمسان، ونروحوا لميدان المعركة ونسقسوا ضابط جزائري كيف تم تحرير هذا الموقع. Est-ce que les combats sont violents? Oui, dans un sens, un combat sans pitié, comme tous les combats qu'on a vécu. Et quelles sont vos difficultés ici, car vous êtes quand même très loin d'un centre pour le ravitaillement en munitions ou pour le On a ravitaillement? l'habitude pour ça, on a l'habitude, on a déjà assez souffert dans ces déserts avant la libération de notre pays. On le connaît parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre contre le Maroc? On voulait bien se reposer, c'est-à-dire c'est une mi-temps qu'on a fait, c'est-à-dire on a fait la guerre pour libérer notre terrain, puis on s'est arrêté, on a dit on voulait s'organiser, c'est-à-dire orienter notre armée, mais les Marocains nous ont provoqué, c'est une provocation de leur part, c'est tout. Alors qu'est-ce que vous ressentez à lutter contre les Marocains? Le peuple marocain, on n'a rien contre le peuple marocain, mais c'est surtout ces gouvernants qui ont une autre formation, qu'elle n'est pas la nôtre. Nous Algériens, qu'on veut ouvrir toutes les frontières et faire un Maghreb arabe, ils ne se limitent pas à Tindouf ou à... On veut l'ouvrir une fois pour toutes, c'est notre idée, quoi. Il aurait dû passer par un dialogue, comme notre gouvernement l'a bien précis dans tous les discours qu'il a fait Ben Bella. نديروا خلاصة صغيرة، كون يسقسونا في الثقافة العامة ويقولوا لنا حرب الرمال بالضبط وين وقعت، نقولوا وقعت في واحتي تنجوب وحسيبيضة تابعتين لولاية تندوف. وكي يقولوا لنا شكون أول المعتدين، نقولوا يوم 1 أكتوبر احتل المغاربة هذه المناطق، ويوم 8 أكتوبر استرجعها الجزائريين في عملية قتلوا فيها 10 وجرحوا 90 مغربي. صح الحكاية ما فضتش هنا، ما زالت حرب الرمال، لأنه يوم 9 أكتوبر يعني يوم واحد بعد استرجاع الجزائريين لهذه الواحات سافر وزير
الإعلام المغربي سافر للجزائر العاصمة للاعتراض على دخول الجزائريين لحاسي بيضة وتنجوب وعلى قتلهم المغاربة، وظلت المغرب تطلب توضيح من الجزائر عن سبب قتلها للمغاربة على الحدود ولا تتلقى الرد، فقررت إرسال قوات خاصة وأكثر تسليح لاحتلال هذا المركزين من جديد، وهذا ما حدث بالفعل يوم 14 أكتوبر 1963. Comment elle se passe cette guerre? Cette guerre se passe très bien. Nous sommes gonflés, nous sommes prêts à défendre notre territoire et nous sommes prêts à défendre le pouce de notre terre, n'est-ce pas, pour que les Algériens ne s'approchent pas de notre territoire national. Certainement, mon colonel. Oui. Mais dites-moi, il y a une chose tout de même qui frappe. Se battre pour un coin de désert, ça paraît pas un peu inutile? C'est une question qui me dépasse. يعني لحد الآن عندنا دخول المغاربة لهذه الواحات يوم 1 أكتوبر، خروجهم منها في 8 أكتوبر، ثم إعادة دخولهم لها يوم 14 أكتوبر. وهنا وفي 15 أكتوبر 63 أطلق بن بلة نداءه لكافة الشعب وقال عبارته اللي استنفرت كل الجزائريين: كلمتنا سعد درجة، حقرونا يا إخواني، حقرونا. وما هي إلا سويعات حتى تحركت الحافلات والشاحنات المحملة بالرجال والعتاد. Partout en Algérie, la mobilisation s'opérait. Les anciens djounoud, répondant à l'appel de Ben Bella, reprenaient du service. وهب كل المجاهدين اللي كانوا في جيش التحرير هبوا للصحراء وللحدود الغربية واسترجعوا المركزين هذم للمرة الثانية، بل وزادوا استرجعوا معاه موقع قصر عيش اللي هي منطقة متنازع عليها لما عرفوا أيضا أن المغاربة دخلوا لها. وبعد استرجاع الجزائريين لكل هذه المواقع وفي 18 أكتوبر 1963 بعث الحسن الثاني هذه الرسالة لأحمد بن بلة، قالوا لما كان الوفد المغربي والجزائري يتفاوضوا به يتجاوزوا الأحداث المؤلمة اللي وقعت في حاسي بيضة وتنجوب، وصلتنا أخبار بأن قواتكم الجزائرية دارت عمليات عنيفة على مركز قصر عيش، وصلتنا معلومات أخرى بأنكم درتوا طلعات جوية قصفتوا فيها تندرارة، والمغرب تحتج بقوة وأن هذا ليس في صالح البلدين. Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. وفي نفس هذا اليوم اللي هو 18 أكتوبر أصدرت الأمم المتحدة في نيويورك أول تقرير ليها في هذا النزاع المسلح على الحدود، واللي بدأته بعبارة: مشكلة الحدود بين المروك والجزائر بدأت تتصاعد، والمروك هي المتسببة لأنها بدأت تثير المشاكل منذ استقلالها. وفي اليوم الموالي الجامعة العربية تدعو لفض النزاع بين الشقيقين. وفي 21 أكتوبر الوفدين الجزائري والمغربي في الأمم المتحدة داروا مؤتمرات صحفية في نيويورك لتوضيح ما يحدث بالضبط لكل العالم. الوفد المغربي كانت خلاصة كلامه أنه عنده وثيقة سرية وقعها الحسن الثاني مع فرحات عباس في جويلية 61 تتعلق بالحدود، وقال الوفد المغربي بأنه راح يبعث للأمم المتحدة هذه الوثيقة كدليل بأنه من حقه أنه هذه المراكز تكون تابعة للمروك، بينما الوفد الجزائري قال بأنه المغاربة تخطوا الحدود وتم إجبارهم على الانسحاب، وأنهم عاودوا الهجوم بقوة كبيرة جدا كانت تتجهز منذ شهرين لهذه العملية. ولما سألوه عن سبب تواجد طيارين مصريين في الجانب الجزائري قال لهم رئيس الوفد بأنه هناك مستشارين عسكريين فرنسيين في الجانب المغربي، ولما قالوا له هل المغرب اختارت هذا التوقيت لأن الجزائر عندها مشاكل داخلية قال لهم نعم، لكننا في أمر الحدود كلنا على كلمة واحدة. ومباشرة بعد هذا المؤتمر الصحفي ظهرت عروض إفريقية كثيرة لرعاية الحوار بين الأشقاء، من بينها عروض مصر ومالي ونيجيريا وإثيوبيا، وبالفعل اتفقت في الأخير الحكومتان على فض النزاع من خلال هذه الوثيقة. ودرك قبل ما نختم وخلي نديروا طلع على المعاهدة اللي وقعتها الحكومة الجزائرية المؤقتة ممثلة في فرحات عباس مع المملكة المغربية ممثلة في الحسن الثاني، واللي هي حجة المغرب في احتلال هذا المناطق بناء على الأخوة والتضامن ورغبة في مستقبل مليح للبلدين. اتفق الجزائر والمروك على ما يلي: بداية العمل على بناء المغرب العربي لأجل القوة الاقتصادية والسياسية المشتركة، والمغرب تدعم قضية الجزائرية في استقلالها، ومسألة الحدود راح تتحل بين الجزائر والمغرب. كعادة هذه الفقرة اللي يقصدوها نقروها حرفيا. تقر الحكومة الجزائرية المؤقتة أنه مشكل الحدود اللي دايرته فرنسا بين البلدين راح يتحل من خلال مفاوضات بين المملكة المغربية وحكومة الجزائر المستقلة. وهنا مذكور بأنهم اتفقوا أنهم يشكلوا لجنة ثنائية تبدأ ترسيم الحدود بكل أخوة ووحدة مغربية. وهذا توقيع الحسن الثاني، وهذا توقيع فرحات عباس في مدينة الرباط بتاريخ
بتاريخ 6 جويلية 61. وانا قريت هذه الورقة وعاودتها وتسألت وين قالت الحكومة الجزائرية المؤقتة انها تعترف بتبعية فيقيق ولا حاسي بيضة ولا اي شبر جزائري تبعيته للمرة. الوثيقة ما تحملش حتى اسم لموقع، بل تحمل فكرة عامة، وهي انه البلدين بعد الاستقلال راح يرسموا الحدود بكل اخوة. ونسجلوا هنا انه الامم المتحدة تقر بانه اول من اعتدى على الحدود ونقض هذه المعاهدة هما خوتنا المرار كنهار 1 اكتوبر 63 لما احتلوا حاسي بيضة وتنجوب واثاروا حربا بين البلدين، واللي عرفت تاريخيا بحرب الرمال، والتي رغم جاهزيتهم العسكرية الا أن الجزائر لم تفقد فيها ولا شبر من اراضيها. وان شاء الله يكون في هذا البحث اضافة لمعلوماتكم التاريخية.